سارت زيارة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لمحافظة مأرب غضب ميليشيات الحوثي وأشان ناشطون هجوما عليه. وحذر الناشط الحوثي مجدي عقبة في تدوينة له على موقع إكس من تصعيد عسكري كبير وشيك. وكتب عقبة: زيارة العليمي لمأرب مؤشر واضح بأن شيئا ما يتم الإعداد له، وقد نشهد تصعيدا كبيرا في الجو والبحر والبر بمشاركة أمريكية بريطانية سعودية إماراتية وربما أيضا إسرائيلية، لا سيما بعد الانتكاسة الكبيرة التي مني بها ما يسمى بتحالف الازدهار بحسب وصف عقبة. وتساءل عقبة زاعما السؤال الذي يطرح نفسه: هل سينخرط حزب الإصلاح في المواجهة جنبا إلى جنب مع الإسرائيلي وحلفائه من الغرب وبعض الأعراب؟ تأتي تهديدات الحوثيين في ظل توتر متزايد في اليمن، حيث يواصل الحوثيين هجومهم على معاقل الحكومة في مأرب، ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية أو حزب الإصلاح على تهديدات الحوثيين. مسلح يقتل شقيقته أمام زوجها في تعز. أقدم مسلح في مدينة تعز في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي على قتل شقيقته أمام زوجها وأسرته. وقالت مصادر محلية لنافذة اليمن أن مسلح قتل شقيقته في حارة عمار بن ياسر وسط مدينة تعز. وأوضحت المصادر بأن المسلح قتل شقيقته أثناء ما كان يقوم بصيانة سلاحه الآلي قبل أن تخرج رصاصة عن طريق الخطأ. عاصم قاسم أحمد عقلان مدير قسم شرطة الثوة في مدينة تعز أكد على موقع فيسبوك أن القتل حدث بالخطأ، موضحا بأنه بسبب أن المسلح كان يصفي سلاحه وفي البندق طلقة وهو غير منتبه لذلك. وأشارت مصادر نافذة اليمن لخروج الطلقة التي كانت في جوف السلاح فوق شقيقته وأردتها قتيلة على الفور. وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت أثناء ما كان زوج الضحية وأسرتها مجتمعين في غرفة واحدة، لكن مصادر أخرى شككت برواية القتل الخطأ، مشيرة إلى تزايد جرائم قتل البنات عن طريق الخطأ خلال الفترة الماضية، في حين أكدت المصادر السابقة أن المسلح قام بتسليم نفسه في دارة البحث الجنائي في مدينة تعز. وكأن الحرب في يومها الأول وتنعقد الآن ونحن في جحيم.